اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم خفيف وظريف. في فيديو اليوم جيتكم بحويجة حلوة محبوبة الشعب التونسي. لا محالة احنا في تونس نستعملوها على طول العام، ولكن في شهر رمضان يكثر الاستعمال متاعها شوية، اللي هي الشامية، ولا كما يقولوا لها زادة في بلدان اخرى حلوة الترك، ويقولوا لها زادة اخوتنا المشارقة حلاوة الطحينية. نحتاج كيلو سكر جلاس، كيلو حليب مجفف، وكيلو الطحينة ولا الطحينية. لو كان باش تستعملوها في الدار وحدكم، يعني ترحيو الجلجلان وحدكم، تستعملوا السمسم الابيض. هذا وريته لكم، ولكن للاسف الكاميرا ظلمت اللون متاعو شويه. راهو السمسم الابيض. الشاميه ما تجيش بالسمسم الاحمر. لو كان كما قلت لكم باش تعملوها وحدكم في الدار، انا خديت 150 غرام جلجلان ابيض، رحيته بالكدا بالكدا حتى لين نقر الزيت نتاعو، وضفت عليه 50 مليلتر زيت نباتي يكون الجودة نتاعو عالية، يعني نعملوا زيت الذرة ولا زيت دوار الشمس. تويك اول حاجة نبداو بها المعون اللي باش نخدمو فيه. نبداو نغربلو في السكر جلاس، وملاحظه مهمه جدا زاده، السكر ولا السكر جلاس يلزمكم انتوما ترحيوه وحدكم في الدار، على خاطر اللي نشريوه من برا من الاسواق يكون مخلط بالنشا اللي هي المايزينا، وهذا باش يفسد لنا القوام نتاع الوصفه. يعني شاميه بالنشا ما تجيش. نغربل الكميه نتاع السكر كما قلت لكم كيلة. تويكا نتعداو نغربلو الحليب المجفف. بالنسبه للبنات اللي جاو جدد لاسبانيا حبيت نوريكم الباكو نتاعو. هذا تلقاوه في مركادونا، تلقاوه الباكو فيه 700 غرام، ما شاء الله فيه الخير والبركه، وتعملوا به ورشه وصفات كيما يصلح لنا للشاميه، كيما يصلح لنا البرشا انواع نتاع معجنات. هنا كيف كيف نغربل الحليب المجفف ولا الحليب البودر بصفايه بغربال باللي عندكم. نكمل نغربلهم الكل باش كان فما هكايا تكتلات ولا حاجه وكان تخلصوا منها. كيما قلت لكم كيلو سكر جلاس، كيلو حليب مجفف، كيلو طحينه. كان باش تعملوها وحدكم في الدار ولا تستعملوا تشراها حاضره من الاسواق. بعد ما غربلتهم الحليب والسكر مع بعضهم، طويك نخلطهم مليح مليح باش يمتزجوا مع بعضهم. وزادة طويكة باش نضيفوا عليهم. يعني عندي روح الشامية، يبيعوها عند مستلزمات اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات، كيما يبيعوا هذه السائلة ولا يبيعوا البودر الغبرة. شوفوا هنا ركزوا، لو كان باش تعملوا روح شامية سائلة قطرتين، ما تكثروش، ما كانش راهي باش تعطيكم بالمرارة، ما عادش باش تعطي بالبنة. كيما شفتوني حطيت قطرتين. اللي ما عندهاش روح الشامية تنجم تستغني عليه. بعد ما نخلط روح الشامية شوية مع الحليب والسكر، تويكا نبدا نضيف في الطحينة بشوية بشوية، ما نحطوهمش الكل مرة واحدة، ما نحطوهمش فرد مرة، نبداو نضيفوا بشوية بشوية. وفي المرحلة هذه نبداو نستعملوا ايدينا، نخلطوا هكاكا بشوي بشوي ونعجنوها ونكبسوا عليها هكايا ما بين صوابعنا باش الطحينة تتخلط مليح مليح مع السكر. وكما قلت لكم الطحينة نضيفوها تدريجيا، خاطر فما حليب يشرب فما حليب ما يشربش زاده، كيما الفرينة بالضبط. نبداو نضيفو بشوي بشوي ونعجنو بصوابعنا هكايا، نعجنو بصوابعنا كيما تشوفوا. حسيلو الفيديو يفسر روحه وحده. نكمل هنا كمية الطحينة الكل على خاطر حسيت الحليب مازال قاعد يشرب. نكمل نلمها ونعجنها بنفس الطريقة كما قلت لكم، نلمو بصوابعنا. في المرحلة هذه نجمو نقولوا اللي الشامية متاعنا حضرت. تنجموا لهنا تضيفوا لها الفواكه الجافة اللي تحبوا طرف لوز، طرف بوفريوة، جود بالموجود. ولكن فما حاجة اللي هي باش تعطينا التعليكة كيما متاع الشامية اللي نشريوها من برا بالضبط. عندي مغرفة متاع سل الجلوكوز، ديما هكاكا نعجنو بصوابعنا ونلمو. تويكا كما قلت لكم عندي مغرفة اكل نتاع سل الجلوكوز، مش ندخلها على للميكرووند نذوبها ولا نسخنها 30 ثانية، ولا تنجموا زاد تذوبوها على حمام مائي. هذه اللي باش تعطينا التعليكة نتاع الشامية كيما اللي نشريوها من برا. اللي ما هوش متوفر عندها الجلوكوز تنجم تستعمل ملعقة اكل من العسل العادي، نضيفوها للخليط نتاع الشامية
ونعجنو كيف كيف بنفس الطريقة، نبداو نعجنو هكايا ونلمو بصوابعنا، نلموها بصوابعنا حتىش لين هذيك المغرفة متاع الجلوكوز تتوزع على كمية الشامية الكل، باش الكلها تعطينا نفس التعليكة ونفس الطعم. هو ما هوش مش يفرق في الطعم، غير باش نتحصلوا على التعليكة متاع الشامية. هنا عندي شوية فستق قصيته هكاكا باش نخلطوا الكل مع بعضه، يعني باش نحط الكمية الكل مع الشامية. تويكا جبت حكة كريستال ولا تحبوا تحطوا حتى حكة قصدير اللي عندكم في الدار، المهم ابعدوا على البلاستيك احسن حاجة. نحطوا فيها الشامية متاعنا ونبداو نصبطوا فيها بالمغرفة. شوفوا بسم الله ما شاء الله الجماعة اللي تحبوا على الميزان، تو نخليكم في صندوق الوصف المكونات بالميزان، يعني بالجرام وبالكيلة. بالنسبة لي أخذت لي 200 جرام طحينة، 200 جرام حليب مجفف، و200 جرام سكر جلاس. مغرفة من عسل الجلوكوز كما قلت لكم، اللي ما عندهاش تعوضها بمغرفة من عسل النحل. وبالنسبة للفاكهة جود بالموجود، كل قدير وقدر. تحبوا تعملوا اللوز بوفري وتحبوا تعملوا كوكتيل، اللي تحبوا انتم اعملوا باللي تحبوا. بعد ما حطيتها في الحكة شفتوني حطيت بلاستيك غذائي وصبطتها هكاك بالقاع متاع الكيس باش نستوي لها الوجه متاعها. وبعدكش عندي كعبة بيستاش هكايا حبة كاملة باش نرشقهم في الوجه متاع شامية، والشامية متاعنا حضرت. تحبوا الناس اللي ما تاكلش الفواكه الجافة تنجموا تستغنيوا عليها الفاكهة، لا تعملوا لا لوز لا بيستاش لا حتى شيء، تخليوها هكاك. وكما قلت لكم اللول كل قدير وقدره، كل واحدة تعمل اللي على قد جيبها. هذه وصفتنا حضرت بسم الله ما شاء الله. الريحة زادة بالحق، الريحة متاع الشامية أنا بعد شقان الفطر يعني ذقتها بسم الله ما شاء الله، بنينة بنينة بنينة، تصلح في الدروع، تصلح نحشيو بها الدقلة. كسكروت المعتاد هذاك بتاع فطور الصباح، زبدة وشامية، حسيلو بالحق بنا. وهذه دبارتنا كانت لنهار اليوم، ما بقالي باش نقولكم شهية طيبة.